بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي ابطال الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر محروس ودرس جديد من دروس مادتنا الجميلة مادة الدراسات الاجتماعية. ومعانا النهارده اخر درس في الوحدة الثانية بعنوان شخصيات مصرية مؤثرة، الملك نعرمر مينا. وده اللي خدناه عفوا في الوحدة الأولى، وده اللي خدناه قبل كده في الدرس الثاني بتاع لما اتكلمنا فيه عن التاريخ المصري القديم بتاع قصة نشأة مين؟ الحضارة. جايب لك شخصيتين هنتكلم عليهم وتركز عليهم لأن بيجي منهم أسئلة في الامتحان. ماشي يا جماعه، ما نتركهمش. الملك نعرمر او الملك مينا، ايه اهم اعمال الراجل ده؟ هو اسس اول اسره حاكمه في تاريخ مصر القديمه. تاريخ مصر القديمه يا اولاد، التاريخ القديم بنقسمه ل 30 اسره حاكمه. قلت لك اسره حاكمه مش زي الاسره العاديه بتاعتنا اب وام واولاد، لا اسره حاكمه. الملك بيحكم، يجي بعديه ابنه وبعديه ابن ابنه وهكذا، يفضلوا يتوارثوا الحكم فتره من الزمن لحد ما يجي حد جديد من اسره جديده ويؤسس اسره جديده. فاحنا عندنا كام اسره في التاريخ القديم؟ 30 اسره. مين اللي اسس اول اسره؟ الملك مينا، يبقى مؤسس اول اسره حاكمه في تاريخ مصر. الملك مينا ده كان اصلا، احنا قلنا ان كان عندنا مملكتين، مملكه في الشمال ومملكه فين؟ في الجنوب. الملك مينا ده كان حاكم مملكه الجنوب، كان حاكم بالتحديد على مدينه اسمها مدينه طيبه. مدينه طيبه يا اولاد هي الاقصر دلوقتي. الملك مينا ده لقب بعده القاب، لقب الملك مينا او نعرمر بعده القاب، طبعا بعد توحيد المملكتين، بعد توحيد القطرين. ملك الارضين اللي هو ارض الشمال والجنوب، ملك مصر العليا والسفلى، مصر العليا اللي في الجنوب، مصر السفلى اللي في الشمال، صاحب التاجين، التاج الاحمر والتاج الابيض لانه عمل تاج مزدوج، نسر الجنوب وثعبان الشمال. يبقى دلل على صحة العبارة، لقب الملك مينا بعدة ألقاب. هقول له ملك مصر العليا والسفلى، ملك الأرضين، صاحب التاجين، نسر الجنوب وثعبان مين؟ وثعبان الشمال. ايه اهم الاعمال الثانيه غير ان هو وحد واسس اول اسره؟ اول حاجه اسس اول اسره. تاني حاجه استطاع توحيد البلاد سنه 3200 قبل الميلاد، بعد فتره طويله من الانقسام لعده اقاليم، وبعد كده بقوا مملكتين، مملكه في الشمال ومملكه في الجنوب، متحاربين في مشاكل ما بينهم. لا الراجل ده قدر ان هو يوحدهم مع بعض ويبقوا دوله واحده، دوله قويه. يبقى اول حاجه توحيد البلاد سنه 3200 قبل الميلاد. كون حكومه مركزيه قويه. حكومه مركزيه يا اولاد يعني وزاره، يعني رئيس وزراء، والوزراء اللي بيديروا البلد، بيحكموا البلد، بيساعدوا على تقدم البلد. كون جيش قوي، لماذا؟ لحمايه البلاد. يبقى بما تفسر، كون الملك مينا جيشا قويا لحماية مين؟ البلاد. عمل عاصمة جديدة أو قلعة جديدة. قلعة يا أولاد يعني مكان كبير كده فيه جنود ومكان محصن كده، دليل على قوته. اسم القلعة دي اسمها قلعة من نفر. من إيه؟ نفر. في مكان متوسط ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، تمام، عشان تكون عاصمة للدولة الموحدة وعاصمة للبلاد. تاني، بما تفسر، أنشأ الملك مينا قلعة من نفر لتكون عاصمة للبلاد. اختار مكانها فين؟ في موقع متوسط ما بين الشمال وبين مين؟ الجنوب. يعني ايه من نفر؟ قال لك من نفر يعني الميناء الجميل. الميناء مين؟ الجميل. وهي دلوقتي مكانها قرية أو منطقة في محافظة الجيزة اسمها ميت رهينة. ميت ايه؟ رهينة في محافظة الجيزة. بعد كده العرب لما دخلوا مصر ودخل الإسلام مصر يا أولاد، أطلق عليها اسم منف، اختصروها، بدل ما نقول من نفر منف على بعضها. تمام؟ يبقى تاني، الملك مينا اتخذ او اسس مدينه جديده او قلعه جديده اسمها من نفر. لماذا يا مستر؟ لتكون عاصمه للبلاد، لتكون عاصمه لمصر. تمام كده؟ اطلق عليها الميناء الجميل. الميناء مين؟ الجميل. والعرب بعد كده سموها منف. يبقى من نفر هي الميناء الجميل، هي منف. تمام؟ طيب الملك مينا ده يا اولاد عندنا لوحتين هنا كده اهم، دول عباره مش لوحه ورق، لا دي من حجر الصلب جدا جدا، ومنقوش عليهم دور الملك مينا وهو بيوحد البلاد. اسم اللوحه دي هي لوحه واحده، عفوا لوحه واحده لها وشين، وش كده ووش كده، تمام. النقش ده من ناحيه والنقش ده من الناحيه الثانيه، تمام. اسمها لوحه نارمر. لوحه ايه؟ نارمر. سجل عليها انتصاراته على ملك مملكه الشمال. يبقى تم تسجيل انتصارات الملك مينا على مملكة الشمال وهو بيوحد البلاد من وجهي لوحة واحدة تعرف باسم لوحة نارمر. لوحة ايه؟ نارمر. محفور عليها حفر بارز طالع يعني بارز لبره كده، وده بيدل على ان الراجل النحات، الراجل الفنان اللي نحتها ده راجل كان تشهد له بالدقة والإبداع. كان راجل ايه؟ عنده دقة وإبداع. ده شخصية الأولى، شخصية الملك مين؟ الملك مينا. بعد كده عندنا الشخصية الثانية، الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث دون هو احد ملوك الاسره الثامنه عشر. احنا لسه قايلين الملك مينا اسس الاسره الاولى. الملك تحتمس الثالث ده كان واحد من ملوك الاسره ال 18، ودول في الدوله الحديثه. يعني ايه الدوله الحديثه؟ مش التاريخ الحديث بتاعنا، لا، التاريخ القديم نفسه قسمناه لثلاث دول.
دولة قديمة، دولة وسطى، دولة حديثة. فالملك تحتمس الثالث كان من ملوك الدولة الحديثة. الدولة الحديثة دي بالمناسبة الأسرتين 18، الأسرات 18 و19 و20، تمام، 3 أسرات، فهو كان من الأسرة ال 18. تولى العرش وهو صغير، أصبح ملكا على مصر في بداية وهو لسه صغير. نقش مراسم تتويجه على جدران معبد الكرنك. احنا مش لسه قايلين ان الملك مينا نقش، يعني هو بيوحد البلاد، نقش الكلام ده على لوحة تسمى لوحة مرمر. برضو الملك تحتمس الثالث عشان التاريخ يفتكر واحنا نفتكر دلوقتي، راح ناقش الاحداث دي. هو مراسم تتويج يا اولاد وهو بيجلس على العرش ويحطوا له التاج على راسه كده، وهو زي ما تكون كده حفل تنصيب، وهم بينصبوه ملك على مصر. ناقش الكلام ده على جدران معبد الكرنك، معبد مين؟ الكرنك، تمام. طيب ايه اهم اعمال الراجل ده؟ الراجل ده كان من اهم واقدر ملوك مصر في الجانب العسكري، في ناحيه الحروب، في قياده الجيوش. اول حاجه اهتم بالجيش، اهتم بالجيش جدا جدا وتدريبه وزوده بالفرسان والعربات الحربيه. بس كده يا مستر؟ بنى القلاع والحصون. يعني ايه قلاع وحصون يا اولاد؟ دي اماكن مجهزه بيجلس فيها الجنود للدفاع عن البلاد، وده دليل على انه الراجل كان مهتم بالدفاع عن البلاد وحمايتها. يبقى دلل على صحه العباره اهتم تحتمس الثالث بالدفاع عن البلاد. هنقول لحد دلوقتي بنى القلاع والحصون، انه اهتم بالجيش وزوده بالاسلحه وبالفرسان والعربات الحربيه. كان من اعظم القاده العسكريين في مصر قديما. عمل ايه يعني الراجل ده؟ قاد العديد من الحملات العسكريه. يعني ايه حمله عسكريه؟ يخرج بالجيش ويبقى هو على راس الجيش. ليه يا مستر؟ بما تفسر. قاد الملك تحتمس الثالث العديد من الحملات العسكريه لتامين حدود البلاد، عشان يامن حدود مصر، عشان محدش يحتل مصر، محدش يقرب من مصر. من اشهر المعارك اللي دخلها الراجل ده في الحروب بتاعته معركه اسمها معركه مجدو. طب مجدو دي انتصر، كان بيحارب فيها مين؟ شخص اسمه امير منطقه قادش. منطقه ايه؟ قادش. واستطاع ان هو، قادش دي في بلاد الشام، بلاد الشام يا اولاد اللي هي ايه؟ سوريا وفلسطين ولبنان دلوقتي. فتحتمس الثالث خرج بالجيش وحارب امير منطقه قادش دون وانتصر عليه، تمام، وخد منه بلاد الشام، وسيطر على بلاد مين؟ الشام. بس كده استطاع ان يمد حكم مصر حتى بلاد النوبه، النوبه اللي هي جنوب مصر، تمام. يبقى توسع في ناحيه بلاد الشام بعد سيناء كده، ناحيه الشمال الشرقي وناحيه الجنوب. كون اقدم امبراطوريه في التاريخ. يعني ايه امبراطوريه يا اولاد؟ يعني دوله كبيره جدا، مش مصر بس، خد بلاد تاني كبيره حواليه. يبقى كون اقدم امبراطوريه فين؟ في التاريخ. بس كده يعني هل الراجل ده انجازاته كلها وكل اعماله كانت في الجانب العسكري؟ لا، يقول لك في الجانب العمراني. في الجانب مين؟ العمراني. عمل ايه؟ بنيت في عهده الكثير من المعابد والمسلات الضخمه. المعابد اللي كانوا بيعبدوا فيها الالهه بتاعتهم، المسلات حاجه كده عامله زي العمود كده، ليها 3 اوجه وعليها ايه؟ رسمه مثلث من فوق كده، ومكتوب عليها بعض الكتابات بناخد منها بعض المعلومات عن التاريخ مين؟ الفرعوني. دي الشخصيه الثانيه، الملك تحتمس. هنقول تاني من ملوك الدولة الحديثة، بالتحديد من الأسرة 18. تولى العرش وهو صغير. نحت أو سجل مراسم تتويجه على جدران معبد مين؟ معبد الكرنك. الراجل ده كان من أعظم القادة العسكريين في تاريخ مصر القديمة. ليه يا مستر؟ اهتم بالجيش وتسليحه وزوده بإيه؟ بالأسلحة والعجلات الحربية والعربات الحربية، تمام كده. الراجل ده قاد العديد من الحملات عشان يأمن حدود مصر، تمام. من اشهر المعارك المرتبطه باسم الملك تحتمس الثالث معركه مجدو، وكانت ضد امير ايه؟ قادش، واستطاع نتيجتها انتصر على امير قادش وسيطر على بلاد الشام. برضه توسع في الجنوب في ناحيه منطقه بلاد مين؟ بلاد النوبه. لم تقتصر انجازاته على الناحيه العسكريه فقط، بل بنيت في عهده العديد من المعابد والعديد من المسلات، وده في الناحيه العمرانيه، في الناحيه ايه؟ العمرانيه او الجانب العمراني. وكده نكون خلصنا على السريع كده فيديو قصير جميل جدا الشخصيتين المهمين عندنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.